طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأيا والمستهل بها وأبرز العناوين. الاحتفال الرسمي بالذكرى 27 للاستقلال بحفاوة كبيرة. الإريتريون في المهجر يحتفلون بعيد الاستقلال. دورة مهنية للعمال في مصوات. قتلى في انقلاب زورق بنهر في الكونغو. ترامب يلقي القمة مع زعيم كوريا الشمالية. وبوتين يلتقي ماكرون. مرحبا بكم. احتفلت البلاد أمس الخميس بالذكرى 27 للاستقلال بحفل رسمي بهيج نظم في استاد أسمرة تحت شعار الرؤى بالعمل. وقال مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمر تخلي في الكلمة التي ألقاها باسم اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات، قال إن البرامج المعدة بتنسيق الكثير من الجهات والشعب حفاوة باحتفالات الاستقلال قد عكست هويتنا وثقافتنا وصمودنا وتاريخنا النضالي البطولي ووحدتنا، حيث شكر كافة الذين بذلوا الجهد والمساهمين بالفعل والفكرة لإقامة الاحتفالات. وأوضح فخامة الرئيس السياسي الأفريقي في الكلمة التي ألقاها أن عزة ورزانة الحرية والاستقلال وتنامي توهج معنى الاستقلال عام إسر عام لا يجذب الرضا وحسب، وإنما يعزز أيضا الصمود. وقال فخامته إن العيش في محيط يسوده الهدوء والاحترام المتبادل والتعاون وبناء دولة المواطنة المنسجمة ليس مجرد رغبة، بل هي أمانة دفع من أجلها قوالي التضحيات. وذكر فخامته أن الأجندات العالمية والإقليمية هي من العوامل التي لها تأثير نسبي في مسيرتنا الوطنية، وبما أن التطورات المتسارعة التي نشهدها اليوم على مستوى العالم ومنطقتنا تعطي مؤشرات لمسيرتنا المستقبلية، لذلك يتوجب علينا متابعتها بجد واستيعابها والتقييم مدى التأثير الذي تحدثه على برامجنا المستقبلية. وشدد على وجوب الفهم الحذر للسيناريوهات المستقبلية ووضع خارطة طريق مسيرتنا والمشاركة بنشاط في كل البرامج. وشهد الاحتفال الذي استمر لساعتين عرضا عسكريا للمناضلين الذين حققوا الاستقلال وقوات الدفاع والأمن التي أمنت السيادة، وكذلك قوات الأمانة أعضاء الخدمة الوطنية الذين هم قوة برامج التنمية ودرع برامج التصدي، بالإضافة إلى فعاليات فنية لمئات الطلاب والفنانين. قال المشاركون في احتفالات عيد الاستقلال إن المناسبة تذكير لمضاعفة العمل لتنفيذ أمانة الشهداء. وأوضح المحتفلون بأن لكل الشعوب مضمون خاص به عن الاستقلال، لكنه بالنسبة للإريتريين يعتبر استثنائيا لجسامة التضحيات التي قدمت من أجله، مذكرين بالاحتفال به بحفاوة كبيرة سنويا. وشدد المحتفلون على أهمية توثيق البطولات الإعجازية التي تحققت والقيم التي جعلت الاستقلال واقعا ملموسا لنقلها إلى الشباب من أجل تواصل الترابط بين الأجيال من جهة، والحفاظ على التراث النضالي والاستفادة منه في تنفيذ برامج التنمية بالتفاني. من جانبهم أشار الفنانون بأنهم قاموا باستعدادات طويلة لإعداد برامج تليق بالمناسبة، معربين عن ارتياحهم لتمكنهم من تقديم برامج تعكس مجد وعزة المناسبة. احتفل الإريتريون المقيمون في ستوكهولم السويدية وأوسلو النرويجية وبروكسل البلجيكية وهامبورغ الألمانية وكولورادو الأمريكية وويغبن الكندية احتفلوا بالذكرى 27 للاستقلال. وتضمن احتفال ستوكهولم أنشطة ثقافية ورياضية وفنية، وخاصة المتمثلة بالدفع لتطوير القدرات المهنية والأكاديمية للشباب. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد يوناس مانا في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال، أوضح أن العزة والمجد لاستقلال إريتريا تأتي من جسامة التضحيات المقدمة من أجله، حيث هنأ الشعب الإريتري عامة وقوات دفاعه بصفة خاصة بالمناسبة. وأعرب المشاركون في الاحتفال عن اعتزازهم بقيمهم الوطنية، مؤكدين أن الاحتفال بالاستقلال له أهمية كبيرة لكونه مناسبة تجديد العهد للتنمية والتصدي الوطني وتوريث الأجيال قيم مجتمعهم. واحتفل الإريتريون في أوسلو النرويجية بعيد الاستقلال ببرامج تعكس المناسبة، حيث اشتمل الاحتفال على عروض تبين عزة العلم ونقل القيم الوطنية إلى الأجيال الحديثة
كما شهد مشاركة شبابية واسعة. وأوضح السكرتير الأول في السفارة الإريترية في الاتحاد الأوروبي السيد ميكائيل تسفاي في احتفال الإريتريين في بروكسل، أوضح بتنفيذ برامج تنموية كبيرة في البلاد تمهد لإرساء العدالة الاجتماعية، مؤكدا على العمل الجاري لتنسيق القدرات لمزيد من التطور. وشهد احتفال هامبورغ الألمانية أنشطة عكست مرحلة النضال وبرامج اشتراكية لكافة الأعمار، كما احتفلت الرجال الإريترية في كولورادو الأمريكية بعيد الاستقلال بأنشطة عكست وحدة ووئام الشعب الإريتري. وقدم سيناتور الولاية والدبلوماسيين تضامنهم معربين عن إعجابهم بحب واعتزاز الجالية بوطنها. وأكد المحتفلون على جاهزيتهم لتنفيذ أمانة الشهداء. في غضون ذلك أوضح الإريتريين في ويبغان الكندية في برامج احتفال الاستقلال أن العدائيات زادت من قوة الشعب الإريتري وتصديه. وجزانا الاحتفال ببرامج ثقافية وفنية أظهرت اعتزاز الأطفال والشباب بهويتهم الوطنية. خرج مركز التدريب المهني للعمال في مصوع 95 عاملا من مختلف المؤسسات من دورات تدريبية في الكهرباء والإلكترونيات والكمبيوتر. وقال مدير المركز المهندس الرفاعي نبيين في مناسبة التخريج في 21 من مايو، قال إن الدورة التي استمرت 6 أشهر كان 70% منها تطبيقيا، مشيرا إلى أن تزامن التخريج الأول للمركز مع احتفالات الاستقلال يجعله احتفالا مزدوجا. وذكر المهندس الرفاعي نبيين أن الدورة التدريبية الثانية سيضاف إليها مجالي النجارة والحدادة. وقال حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلي لبسو في مناسبة التخريج إن العمل جار لتطوير الدورات التدريبية لكونها دافعة للتطور، داعيا الخريجين للاستفادة من الفرص المتاحة لهم. من جانبه قدم رئيس منظمة التعاون السويسرية سوك الدكتور توني لوخير تعريفا حول المنظمة والدعم الذي تقوم به عامة ولمركز التدريب المهني للعمال في مصوع بصفة خاصة. وقد تأسست منظمة سوك التعاونية السويسرية عام 1977 في الساحل. وقد قدم سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد سمينارا أثناء الدورة التدريبية للمشاركين والمدرسين حول الخلفية التاريخية لاتحاد العمال من أربعينات القرن الماضي وحتى مرحلة النضال وبعد الاستقلال ودوره وإسهاماته. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء العالمية. قال مسؤول محلي للمحطة الإذاعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن زورقا انقلب في نهر بشمال البلاد مما أسفر عن غرق 49 شخصا كانوا على متنه، فيما نجا عدد مماثل تقريبا من الحادث. وأضاف نائب حاكم مقاطعة شوابا النائية بشمال الكونغو لراديو توب كونغو أن الزورق غرق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء. وحوادث الزوارق المميتة شائعة في الكونغو حيث توجد شبكة من الأنهار التي تتفرع من حوض الكونغو، وبالنسبة للبعض تمثل هذه الأنهار السبيل الوحيد لقطع المسافات الطويلة. ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حتى بعد أن أوفت كوريا الشمالية بتعهدها بهدم أنفاق في موقع التجارب النووية. وعزى ترامب قراره بإلقاء اللقاء إلى العدائية المفتوحة من جانب كوريا الشمالية، واصفا القمة بأنها فرصة ضائعة، وقال إنه يأمل في لقاء كيم يوم ما. وحظيا ما بدا أنه تدمير لما تقول كوريا الشمالية إنه الموقع الوحيد الذي تملكه للتجارب النووية، حظى بترحيب واسع النطاق باعتباره خطوة إيجابية وإن كانت رمزية، وذلك باتجاه تهدئة التوترات المتعلقة بأسلحتها. وأعلن كيم استكمال قوته النووية وسط تكهنات بأن الموقع قد بات مهجورا على أي حال. إلى ذلك قالت كوريا الشمالية إنها ما زالت مستعدة لإجراء محادثات في أي وقت وبأي شكل، وذلك بعدما ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ووصف نائب وزير الخارجية كوريا الشمالية كيم كاي غوان قرار ترامب بأنه مؤسف للغاية. وفي غضون ذلك تظاهر عشرات النشطاء المؤيدين للسلام بمحيط السفارة الأمريكية في العاصمة الكورية الجنوبية. التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش مشاركتهما بمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، أكد على أن روسيا تلعب دورا هاما في أوروبا والشرق الأوسط، مؤكدا تقديره الموقف الروسي المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران، ومشددا على ضرورة احترام سيادة الشعوب وبناء ثقة مشتركة مع بلدان العالم. وتابع ماكرون أنه سيتم توقيع نحو 50 اتفاقية في مجالات مختلفة منها النووي والعلمي مع روسيا. وفي النبأ الأخير رفضت وزارة الخارجية الروسية ما قالته هولندا عن أن وحدة من الجيش الروسي هي مصدر صاروخ أسقط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا في العام 2014، ووصفته بأنه بلا أساس. وقال الممثلون للإدعاء الهولندي في وقت سابق إن وحدة من الجيش الروسي هي مصدر صاروخ أسقط الطائرة وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا. وقالت الوزارة إن ما خلص إليه ممثلو الادعاء بني على بيانات مزيفة زودهم بها مدونون هدفهم تقويض مصداقية روسيا. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.